السنين الأخيرة الداخلية كانت شادة حيلها ومكثفة مجهوداتها الأمنية، واللي بيغلط في النور بيتجاب في نفس اليوم، لكن ما كانوش مركزين على المواقع الإلكترونية وده اللي كان ظاهر للناس. لكن فاجئوا الناس بتنقلهم من الشارع والواقع للنت والمواقع، خصوصا بعد الموضوع ما تخطى الهلس والقذارة وخدش الحياء ووصل للعب التقيل وبيع الأعضاء وأساليب تانية كتير لغسيل الأموال. كنت مسميه مصر. أهلا بيكم، أنا علي عبد الخالق، وفي الحلقة دي هجاوبك على سؤال: ليه التيك توك موقع مشبوه وخطر؟ من وقت ما ظهر في 2017 ودخل مصر تحديدا وهو ملجأ للقذارة بأنواعها، وده مش في مصر بس بل في الدول اللي متفاعل فيها كلها، خصوصا بعد ظهور نوع من الفيديوهات اسمه الميوزيكلي وغيرها من الفيديوهات القذرة زي تحدي خلع الملابس الداخلية مثلا. لكن في مصر بقى الموضوع كان أقذر زيادة حبتين، لأنه خرج الحشرات من البلاعات، وأنا هنا أقصد شباب وبنات المناطق الشعبية كلهم أو معظمهم، ودول بغض النظر عن جرائتهم، لكن الأخطر إنهم عاملين زي القنابل الموقوتة. ولو هكلمك على شباب الأغنياء دول ما يفرقوش كتير عن شباب وبنات المناطق الشعبية من ناحية الجراءة والقذارة، بس بشكل شيك شوية، لكن المادة هي. وبقوا شباب الأغنياء يحاولوا يقلدوا كلام شباب المناطق الشعبية ويقلدوا تعبيرات وشهم وعوجة بقهم عشان يعلوا مستوى الشبحنة. شبح يا ماما، يعني الطبقتين بقوا بنفس مستوى القذارة تقريبا، وده بسبب التيك توك. كلمت انا مالي ماليش دعوه. بعد كام سنة من دخوله مصر زاد تحميل التيك توك من أعمار مختلفة من الناس ومستويات مختلفة، وده اللي خلاه يظهر بشكل أنضف شوية عن بداية ظهوره، وكمان بدأ يظهر عليه محتويات نظيفة شوية زي المحتويات الدينية والثقافية المفيدة زي المحتوى بتاعي وغيره. وبالمناسبة أنا بدأت أتعرف على تيك توك سنة 2025 وأبدأ في تحميله وأنا مضطر عشان أقدم محتواي عليه فقط وأزرع زرعة في أرض بور، لكن مجرد ما بعمل أبلود للفيديو بقفل الموقع ومش بشوف أي حاجة عليه عشان ما يحصليش تلوث سمعي وبصري أكتر وأكتر. غير كده عمري ما كنت هحمله أو حتى أتفرج عليه مع حد. والمحتويات النظيفة دي بقى بيضت شكل التيك توك شوية في عيون الناس، لكن بعيدا عن الهلس والقذارة والتهم الخفية اللي بيساهم فيها هو بيضرك بشكل تاني خالص، وده لما بيحرق لك وقتك من غير ما تحس، ولما بيأثر عليك تأثيرات نفسية وجسدية. وده مش كلامي، ده كلام البحث العلمي والدراسات اللي أثبتت إن معدلات السمنة زادت بسبب الكسل والقعدة قدامه، ومعدلات ألم الرقبة والظهر زادوا. هتقولي يعني هو التيك توك لوحده؟ أقول لك لا، هو وغيره من مواقع الميديا، لكن تيك توك أقواهم، لأن نوع السكرول نفسه أو التصفح بيسحبك من غير ما تحس. فيديوهات قصيرة وملفتة ورا بعضها وبتشتغل لوحدها، فبتخليك تقول هشوف الفيديو ده وخلاص، فيدخل الفيديو اللي بعده فجأة، فتقول الفيديو ده كمان، فيدخل الفيديو اللي بعده فجأة، فتفضل تستمر العملية دي لحد ما يمر عليك فترة تلاقي جسمك كله كلبش من القعدة الطويلة اللي سرحت فيها. والدراسات أثبتت إن المجموع الساعات على مدار اليوم قدام تيك توك بس عند بعض الناس بيوصل ل7 ساعات، وساعات بيكون اكتر بكتير. وما تقوليش لا انا مش كده، لانك اكيد بتقعد فترات طويله ومش بتحس. اما الناس اللي بتقدم محتوى عليه فمش بيقفلوه طول اليوم تقريبا. والدراسات كمان اثبتت ان التيك توك قلل من التحصيل الدراسي للطلاب وزود معدل الرسوب او السقوط. واثبتت برضو الدراسات انه غير سلوك الاطفال والمراهقين بشكل كبير وملحوظ. شوف الواد قبل ما يعرف النت كان عامل ازاي. بابا شفت انا عملت ايه؟ شوف بعد ما سحبت منه التليفون بقى بيعمل ايه. الواد بقى واحد تاني معرفوش. انا السبب، انا اللي جبت له التليفون بايدي، انا اللي اهملت لحد ما ابني ضاع مني. مش عايز ادخل معاك في حوار ان التيك توك ده شغل سياسه وحروب غير مباشره وتدمير الشعوب والمجتمعات، عشان ده موضوع يطول شرحه وليه اكتر من طريقه، لكن انا هكلمك عن حاجه واحده منهم وهي وقف الحال وانتشار الجهل والفوضى. هتقول لي ازاي؟ ابسطها لك. طبعا انت اكيد مريت بفكره انك تشتغل على تيك توك، سواء انت اللي فكرت او صاحبك اقترح عليك، وده اللي هم عايزينه، انك تسيب شغلك اللي انت مجرد ترسف مكنه فيه عشان كل المكنه تقف، ومع الوقت تروس غيرك تقف
عشان باقي المكان يقف، والشباب الصغير يسيب دراسته او على الاقل ما يركزش فيها عشان يشتغل على تيك توك، ويبقى انسان تافه وملوش لازمه في المجتمع ومش قد المسؤوليه، وكمان جاهل لانهم غيروا في عينك اساليب النجاح. بدل ما يبقى تعب واجتهاد في شغلك وحياتك ومذاكرتك، يبقى قاعده في البيت قدام الشاشات واستسهال وتفاهه ومظاهر كدابه وفشل وجهل وغيره. وطبعا هم عارفين كويس قوي خطوره الجهل على اي بلد، وانه اخطر من النووي نفسه. يا ولاد الكلب، فيركزوا مع الجاهل ويغنوه عشان الشباب الصغير يقول لك الشهاده هتعمل لي ايه؟ انا هشتغل تيك توكر او بلوجر او غيره عشان ابقى غني زي فلان. طبعا انت دلوقتي هترد بمنتهى الثقه وتقول لي بس انا مش هسيب شغلي او دراستي وهشتغل على تيك توك جنبهم. هرد وانا اقول لك اول الراس حنجله، او بمعنى اصح اول ما الفلوس تجري في ايدك هتكسل تنزل الشغل اصلا، واحتمال يكون الشغل مش قد المقام، لان انت بقيت راجل تيك توكر قد الدنيا ومشهور ومعاك فلوس. انت مش هتكون احسن من شاكر اللي كان ظابط. وبعد ما الناس بدات تتعود على التيك توك وتطمن له ويكون واحد من العيله في كل بيت، ظهر حاجه اسمها اللايفات، ودي ان الواحد يفتح الكاميرا ويقعد قدامها عشان بعض الناس تبعت له هدايا، وعشان المشاهد يسيب غيرك ويجي لك انت لازم تلفت الانظار باساليب زباله في اللايف بتاعك، فيتحمس المشاهد انه يشوفك. وعشان كمان لما يجي لك اللايف ما يملش من الفرجه عليك، نشرت اساليب اهانه النفس، يعني تهزق نفسك في اللايف بطرق كتيره. فبقى الطبيعي انك تتفرج على اللايفات اللي بقى فيها فقرات تعذيب اهل قريش، او الراجل اللي يتنازل عن رجولته ويلبس بدله رقص ويحط مكياج وغيره. اما البنات بقى فاللايف بتاعها معروف. هي وصلت لكده؟ وصلت لكده. وكل ده بقى شيء عادي في معظم البيوت، لحد ما حصل شرارة صغيرة اشعلت النار في مصر على تيك توك، وكل اللي شغالين فيه او اللي بيتقال عليهم تيك توكر. كركر ايه؟ لسه راح اسال حد تاني؟ ابو شيماء وابو نواف وارحب وكبس يا معلم كبس يا معلم. هو انا لحد دلوقتي مش فاهم يعني ايه كبس، وامتى وليه الكلمه دي بتتقال. نرجع لموضوعنا وسؤال، ليه بيكون فيه فلوس بالكميات دي في لايفات التيك توك؟ اجابه السؤال انه اكيد ده مش موقع خيري بيهدف للعطاء والزكاه والصدقه، ولا هو موقع لاصحاب الامراض النفسيه الساديه اللي بيحبوا يشوفوا اهانه وتعذيب غيره. لكن اكيد ده بيتم لاسباب خفيه ما فكرتش فيها قبل كده. ممكن تكون فكرت ان الهدايا اللي بتروح للبنات بتروح لهم عشان يعروا جسمهم اكتر ويعملوا اوضاع مثيره للرجاله اكتر. طيب اوريكم من هنا لهنا ب20 جنيه. وممكن تكون الهدايا دي عربون لعلاقات جنسيه، وده طبعا الغرض الغير شرعي اللي ممكن يكون جه على بالك. لكن ما سالتش نفسك ليه بيروح هدايا للرجاله العاديه، وانا هنا قصدي الشباب العاديه اللي بتبقى قاعده زي البني ادمين، مش اللي بيبعتروا كرامتهم عشان يلفتوا الانتباه، او اللي بيقعدوا يعيطوا عشان يشحطوا الدعم. لا، انا بسالك على الشباب العاديه خالص اللي بيروح لهم دعم وهدايا. ليه؟ اكيد مش عشان يعروا جسمهم برضو زي البنات. طب يا ترى ايه المقابل يا ابراهيم؟ الحقيقه انا مش عايز احصر لك الموضوع كله في سبب واحد او اتنين، لان الموضوع اكبر من كده. لكن انا هقول لك اكتر واهم غرض تم اكتشافه عن رمي الهدايا في اللايفات من غير سبب، وهو غسيل الاموال. وغسيل الاموال ليه اكتر من طريقه من قديم الزمان، لكن انا جاي اكلمك عن احدث طريقه رقميه في الفتره الحاليه لغسيل الاموال، وهي التيك توك. اي واحد بيكون معاه فلوس مشبوهه او فلوس شمال بكميات ضخمه بيخاف يظهرهم، لان الحكومه مش هتسيبه وهتصادر الفلوس دي وهتحبسه، وممكن كمان ياخد اعدام لو هي فلوس تجاره بودره مثلا. فبيبقى مش عارف يتمتع بالكنز اللي معاه، فبيضطر يغسل الاموال دي عن طريق انه يشغلها في اي حاجه عشان يغير مسارها ويعمل لها تمويل. ولما حد يساله السؤال الشهير من اين لك هذا، يقول لهم اهو المصدر اللي بكسب منه قانوني وتمام. وفي ناس مختصه لغسيل الاموال دي، وانا هنا اعمل لك حلقه كامله عن غسيل الاموال واللينك تحت. واحدث طرق الغسيل هي رمي الهدايا على التيك توكر باتفاق مسبق معاهم، وبيتفق صاحب الفلوس المشبوهه مع التيك توكر المشهور انه يفتح لايف كل يوم لعدد ساعات معين براتب شهري معين، حوالي مثلا 20-30 الف دولار. ده طبعا غير نسبته في الهدايا اللي بتترمى له في اللايف، وبيكون صاحب الفلوس دي هو الادمن. بعدها بيرجع له الفلوس دي تاني، بس قدام الحكومه دي فلوس جايه من التيك توك. صحيح هي بتخس النص، لان موقع التيك توك بياخد نسبه تقريبا 60%. معلش يا اخويا ده لزوم الشغل، لكن خساره قريبه ولا مكسب متجمد زي التلج مش عارفين نفكه، عشان لو اتفك هيسجننا. ودي استراتيجيه اصحاب الاموال المشبوهه، والكلام ده يفسر لك ليه واحد يفتح كاميرا ويقعد قدامها ويترمى عليه فلوس. اما مكسب التيك توكر بيكون في الراتب الشهري ونسبه من الهدايا زي ما قلت لك. وارحب يا ابو نواف.
هتقولي بس انا اعرف ناس بترمي هدايا ومش بتشتغل في الشمال. اقول لك ايوه، دول بقى اللي حقيقيين وبيترمى لهم هدايا حقيقيه وما لهمش غرض معين غير انهم بيحبوا شخصيه التيك توكر ده لانه مشهور. وده الجانب المضيء في التيك توك، لكن باقي الكلام هو الجانب المظلم في التيك توك اللي الناس مش شايفاه. مؤخرا بقى دخلت مافيا تجاره الاعضاء في الموضوع وعجبهم فكره التيك توك للغسيل، فقرروا يغسلوا عليه. والموضوع ده جرجر ناس كتير وحصلت عمليات غسيل اموال كبيره كان اخرهم مبلغ 75 مليون جنيه مصري. وبالفعل في شهر 7 2025 بدات الداخليه تصطادهم واحد واحد واتقبض على ناس كتير قوي منهم، تقريبا معظمهم، واللي ما تمش القبض عليهم عدلوا نفسهم على الاخر. في منهم كتير استخبوا وهربوا قبل حتى ما الحكومه تطلبهم. والفئران والحشرات رجعت تاني البلاعات، او على الاقل عرفت مصيرها. والموضوع ده مش بتحريك من الحكومه وبس، لكن بدعوات مرفوعه من محامين كتيره وبلاغات من ناس عاديه. احتوى ربنا في بلدكم يا مسخين. البرلمان المصري بقى عقد اجتماع مع ممثلي تيك توك عشان يناقشوا المخالفات اللي بتحصل على الموقع ده، والمسؤولين على تيك توك طلبوا 3 شهور مهله لتعديل اوضاعهم، لكن المجلس اداهم 65 يوم بس بدل 3 شهور. ولو الوضع ما اتغيرش هيتم تطبيق قانون رادع على الجرائم المعلوماتيه، وممكن كمان يتم حظر الموقع من مصر. وقال البرلمان ان الدوله مش بتميل لحظر اي موقع، لكن لو الوضع السيء استمر فهنبقى مضطرين لحظره. في النهايه انت ممكن تسالني وتقول لي طب التيك توك ذنبه ايه؟ الناس هي اللي بتستخدمه غلط وبتعمل كده. اقول لك التيك توك موفر لهم البيئه المناسبه او التربه الخصبه لزراعه ونشر القذاره. خوارزميات التيك توك نفسها مصممه لكده، ده غير موضوع غسيل الاموال والتجارات المشبوهه وتحطيم طموحات الشباب وتدمير فكرهم وثقافتهم وانتشار التلوث البصري والسمعي واشتعال الشهوات ونقل صورة مشوهة تماما عن المصريين للعالم كله، وكذلك العكس. واخر حاجه هقولها لك، مش بس التيك توك اللي ساهم في كده، انت كمان ساهمت في كده، مش عشان بس حملته وفتحه على طول، ولكن عشان شيرت فيديوهات غير اخلاقيه وساعدت في شهره ناس ما ينفعش يخرجوا بره البلاعات. وابنك او بنتك او اخواتك الصغيرين هم اكتر ناس ساهموا في كده، لان هم ما كانوش تحت رقابتك. دول حتى بقى بيقلدوهم في البيت والهزار مع اصحابهم وعملوهم قدوه في الكلام. وبقى بالنسبه للتيك توك والمواقع التانيه مجرد عبيد. بقينا عبيد الشاشات. فربنا يستر من اللي جاي لو ما تمش حصر الميديا في مصر.